في يوم من الأيام كان في ست بسيطة اسمها ليلى. ليلى كانت طول عمرها بتشتكي، الجو مش عاجبها، الأكل مش كويس، حياتها كلها مشاكل، وده من وجهة نظرها. ومهما كان عندها حاجة كويسة كانت برضه بتركز على الحاجة اللي ناقصاها. وفي يوم صاحبتها فاطمة اللي كانت هادية ودايما مبتسمة قالت لها جملة بسيطة قوي: يا ليلى، لو ركزتي على النعم اللي في حياتك بدل ما تشتكي هتحسي بالسعادة اللي عمرك ما جربتيها. جربي يوم واحد بس، بدل ما تشتكي اشكري وقولي الحمد لله. طبعا ليلى استغربت وقالت: ازاي يعني؟ واشكر على ايه وانا حياتي كلها مشاكل؟ فاطمة ضحكت وقالت لها: يا ليلى، اشكري على الحاجات الصغيرة اللي احنا دايما بنغفلها، زي انك صحيتي من النوم بصحة كويسة. اشكري ان عندك اكل حتى لو بسيط. صدقيني النعم اللي حوالينا كتير قوي، بس احنا مش بنشوفها. ليلى قررت تسمع الكلام وتجرب، وأول ما صحيت من النوم أول حاجة فكرت فيها إنها تشتكي من الجو الحر، لكن افتكرت كلام فاطمة، وبدل ما تقول الجو حر قالت الحمد لله إن عندي شباك يجيب لي شوية هوا. لما نزلت تشتري طلبات البيت الأسعار كانت غالية جدا، وكانت هتبدأ تشتكي، لكنها قالت الحمد لله إن عندي فلوس أشتري بيها احتياجاتي حتى لو بسيطة. كل ما اليوم بيعدي كانت بتحس بشعور مختلف، مش بس خدت بالها إن الشكوى كانت بتخليها مضغوطة، لكن كمان اكتشفت إن الشكر بيخليها تهدى وتشوف الدنيا بشكل تاني.